السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح النشاط وصباح الحيوية على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 بقى يا حبايب قلبي. امبارح انا طلعت لكم لايف زي ما وعدتكم. ما تنسوش بقى اللي يدخل الفيديو النهارده يشوف الفيديو بتاع النهارده يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه ويكتب كومنت كده ايه حلو. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد، تنظيف البيت، روتين صباحي كده. حبيت في بدايه اليوم اشارك معاكم الاحداث علشان تشوفوا يومي النهارده هيكون عباره عن ايه. بصوا انا حاسه ان انا ايه بكلمكم وانا عندي برد، بس قلت برضو لا، يعني انا وعدت حبايب قلبي اللي انا اعمل لهم فيديو النهارده علشان ينبسطوا بيه، ويا رب كده الفيديو يعجبكم. فزي ما قلت لكم حبيت اشارك معاكم الاحداث عشان تشوفوا النهارده فيديو النهارده هيكون عباره عن ايه. هو مليان احداث وان شاء الله كده تستفيدوا منه وتتشجعوا معايا كده ايه، وتبطلوا كسل عشان تشوفوا الحاجات بتاعه رمضان كده ايه. ترتبوا الحاجات بتاعه رمضان وتفرشوا الشقة كده قبل رمضان، وتقوموا كده تشوفوا ايه اللي وراكم. يا رب يعجبكم. وقبل اي حاجة احب اشكر كل حبايبي واخواتي بجد، كل الشكر وكل التقدير على مشاركتكم معايا، ودايما كده منوريني ومشرفيني. احلى متابعين في الدنيا. يا ربنا كده يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا. يا رب اكون عند حسن ظنكم. الفيديو بتاع النهارده كده ايه طويل، بس كملوا معايا لحد الاخر بجد، واوعدكم ان انتوا تستمتعوا بيه باذن الله وتستفادوا منه. ويعني واعذروني بقى على صوتي ده اللي فيه برد. ما اعرفش البرد كده جالي مره واحده. الجو عندنا عمال يقلب، مره ساقعه ومره حر قوي ومره مش عارف ايه، فالواحد جاله برد اصلا ومناعه ضعيفه لوحدها، وعمال اخد علاج من الصبح. بس يعني الحمد لله قلت لا يا بنت ما تكسليش كده ايه، وقومي وشوفي ايه اللي وراكي علشان حبايب قلبك كده ايه يتنشطوا معاكي، وانتي وحشاهم وهم كمان وحشينك جدا. بجد انا حابه اشكر بجد، يعني مليون شكر لكل المنتسبين عندي في القناه. مليون تحيه ليكم. انا بحبكم كلكم. والناس اللي لسه بتسالني على لينك الانتساب، ايوه يا جماعه انا مفعله الانتساب. هتلاقوا عندكم اللينك بتاع الانتساب في صندوق الوصف وفي المنتدى. ادخلوا وشوفوه. هتلاقوا فيه فيديوهات كتير، فيديوهات شيقة يا رب تعجبكم في كذا كذا مستوى يعني. ادخلوا شرفوه. وبشكر جدا 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 الناس اللي بتشترك معايا كل يوم. انتوا كلكم والله العظيم على راسي وانا حلم حياتي كده بجد والله العظيم، يعني اوصل 100,000 بفضلكم، بفضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى وفضلكم بجد، يعني ربنا يخليكم ليا. قولوا لي بقى انتوا بتتابعوني من انهي بلد عشان ادخل ارحب بيكم. يا رب كده اكون عند حسن ظنكم. زي ما قلت لكم في الاول الفيديو، ما تنسوش بقى تحطوا اللايك 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 يا جماعه، والله العظيم بيفرق معايا جدا. والكومنت الحلو الجميل زيكم دايما والله بتفرحوني بكلامكم وتشجعوني وترفعوا كده معنوياتي. ما تنسوش تخشوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس اللي هو باللون الاحمر تحت علشان يوصل لكم اشعار لان انا نزلت فيديو اول باول يعني. طبعا انا كنت هنزل اصلا يعني بقى اليومين كده بفكر انزل. قلت انزل العتبة وانزل كذا مكان عشان اصور لكم الاسعار والاجواء الرمضانية دي، الاحتفالات بتاعت رمضان. بس زي ما قلت لكم تعبت، واحتمال بكرة باذن الله كده انزل واصور لكم كده الحاجات بتاعت رمضان واسعار الفوانيس والزينة والحاجات دي كلها. وانا كمان عايزه انزل اجيب، لان انا لسه ما جبتش الزينة بتاعت رمضان لحد دلوقتي. عايزه انزل كده ايه واجيبها وارتب بقى ايه الدنيا كده، واخد رايكم كمان
وانا بجيب الحاجة عايزة اعمل لكم فلوج. لو انتوا عجبكم الفكرة دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان انتوا يعني ايه عجباكم وعاوزين اللي انا اعملها لكم. وعاوزة كمان انزل اشوف اسعار بقى ايه، عشان لسه بقى اليميش وامور الدين الحاجات دي كلها وبلح رمضان والاكل بتاع رمضان. قولولي انتوا هتعملوا اكل ايه اول يوم رمضان، وهتروحوا فين في رمضان؟ هتروحوا عند قرايبكم، ولا المتجوزة مثلا هتروح عند حماتها ولا عند مامتها؟ يعني احب اعيش معاكم كده الاجواء الرمضانية. قولولي هتعملوا ايه كده، ولا انتوا هتكونوا اجازة اول يوم رمضان؟ مش عارفة، رمضان ممكن يكون الاثنين او التلات، لسه مش عارفين اوي. فبرضو اكتبولي كده ايه ويعني وخلوني اشارك معاكم الاحداث كده يا جماعة. اكتبولي تحت في الكومنتات هتعملوا ايه. وحابة كمان اعرف كل بلد بتكون طقوسها ايه في رمضان، وبالاخص في اول ايام رمضان كده بتكون الطقوس بتاعتكم ايه. هتشوفوا مسلسلات ايه في رمضان، حابين تشوفوا ايه الاجواء الرمضانية عامة. انا والله نفسي جدا يعني في رمضان اروح الحسين بعد الفطار كده على طول. اروح الحسين ونصلي العشاء والكلام ده كله، ونتسحر هناك في الحسين والحاجات دي كلها. لان انا الصراحه ما رحتش الحسين خالص في رمضان، بيقولوا دايما ان هو بيكون زحمه وكده. فانا قلت لما افطر هناك، انزل قبل الفطار كده وافطر هناك، لما اروح بعد الفطار على طول الحسين. يعني حابه اشوف الاجواء الرمضانيه الصراحه. وطبعا ده اول رمضان يعدي علينا بعد وفاة تيتا، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويرحم امواتنا جميعا ويغفر لهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده بقى يا جماعة الروتين بتاع النهاردة. طبعا انا عايزة اقول لكم والله العظيم انا الريسبشن ده بعمله يوميا، بس طبعا عشان بنفتح الشبابيك على طول فبتلاقوا الدنيا ايه متطربة. بس بصراحة الواحد لما بيكون ايده في الحاجة اول باول الدنيا يعني بتروق معاه. الدنيا بتكون احسن بكتير لما بيسيبها باليومين والتلاتة والاسبوع والحاجات دي كلها، ما بيكونش فيه ارهاق ولا تعب. طبعا احنا في وقت الصيام بيكون اول كام يوم كده الواحد بيكون اللي هو ايه، جسمه مش متعود، عنده صداع. الناس اللي بتدخن ما بتكونش طايقة اي حد، ما حدش بيكون طايق حد لان مش متعودين. فانا بنصح يعني ان احنا ايه، يعني انا مثلا واحدة من الناس بقالي دلوقتي يجي 10 ايام بصوم. الصيام ده صحة والله العظيم، يعني ربنا ما بيقولش اي حاجة او ما بيديش اي حاجة غير لما بيكون ليها فايدة للبني ادم. الصيام ده صحة والله العظيم يا جماعة. انا زي ما بقول لكم بقالي 10 ايام او اكتر بصوم. فبصراحة فرق معايا جدا، فرق معايا في شكلي وفي وزني وفي راحتي. بحس كمان ان لما يجي شهر رمضان بإذن الله، اول ما يجي الواحد لما يبتدي بقى ان هو ايه يصوم، جسمه بيكون متعود وهو نفسه بيكون متعود على الصيام، ما يحسش بتعب ولا ارهاق ولا صداع ولا الكلام ده كله. فزي ما بقول لكم في رمضان بقى ايه احسن وقت ليكم ان انتوا مثلا بتجيبوا الاكل وبتعملوه في احسن حاجه ليكم. يعني الناس اللي تقدر، انا مش بفرض حاجه، انا بدي اقتراحات، بس الناس اللي تقدر ان هم يجيبوا مثلا ينزلوا السوبر ماركت ولا السوق ولا ايا كان، ويجيبوا خزين رمضان كده قبلها يعني اول 4 ايام كده في رمضان يبتدوا ان هم ايه يخزنوا الاكل بتاع رمضان والخضار والحاجات دي كلها، عشان ايه ما يرهقوش نفسهم وينزلوا يوميا يعني. وابتدوا بقى ان هم ايه يشوفوا دنيتهم، يفتحوا كده شبابيكهم ويهووا الدنيا ويشغلوا قرآن واحاديث ويحطوا بخور ويرشوا كده ميه بورد. اجواء بتبقى جميله وفرحه بتبقى جميله للكبار والاطفال. يشغلوا كده فوانيس رمضان
والاغاني الجميله بتاعت رمضان بتاعت زمان دي، احنا عن نفسنا يعني في البيت بنشغلها، بنحب جدا 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 الطقوس بتاعت رمضان والاجواء الرمضانيه والحاجات دي كلها بتبقى جميله يعني. فبعد الفطار بقى، بعد ما تعملوا الاكل وتفطروا والكلام ده كله، بعد الفطار بقى ايه، تبتدوا ان انتوا تشوفوا الدنيا، ترتاحوا بس شوية، تتابعوا كده مسلسلات اللي عايزين تتابعوها، بتشوفوا بقى الدنيا، بتشوفي ايه اللي وراكي، اللي عايز يصلي التراويح، بتجيبوا بقى حاجات السحور، تروقي بقى دنيتك، بتروقي الشقة. عشان كده يا جماعة دايما بقول لكم اول باول تكون ايديكم في الحاجة، علشان ما تحسوش انتوا نفسكم، ما تحسوش بقى بتعب وارهاق والكلام ده كله، غير المدارس بتاعت العيال والحاجات دي كلها. وزي ما قلت لكم والله العظيم بجد قبل كده، ان الحاجات اللي هي البيت النضيف اللي مترتب، والله العظيم ما بيكونش بمنظفات غالية خالص، ولا بمعطرات غالية، ولا الكلام ده كله. كل واحد برضو على قد ايه مقدرته. اهم حاجة التهوية الصحيحة، وكل حاجة تكون نضيفة. بص انا عملت الجزء الاولاني ده وخلصت على طول، عشان انا اصلا كنت يعني ايدي اول باول كده ايه في الحاجة. وطبعا الغسيل والحاجات دي كلها ايه على طول بغسل، ما بكومش الغسيل ولا الحاجات دي خالص، الدنيا بتتكومش عندي، فانا يعني بخلص على طول وبحس براحة نفسية يعني بعديها. اهم حاجة الصبح كده اول ما تصحوا التهوية يا جماعة، التهوية للبيت كله، للمطبخ والحمامات والاوض والحاجات دي كلها، ده شيء اساسي. والله العظيم هتحسوا بفرق رهيب ان انت الصبح الشمس كده تدخل وتهوي الدنيا دي، بجد بتدي طاقة وامل للمكان وحب للمكان، يعني ما اقولكوش الصراحة. والهواء بيكون طبيعي والشمس بتكون طبيعية، فما بيكونش فيه كمكمة في البيت. يعني في بيوت كده ممكن حد يدخلها يلاقي ان البيت مكمكم، ده بيبقى حتى لو حطوا برضو معطرات او بخور او الحاجات دي، بيكون برضو البيت مكمكم. ده سببه ايه؟ سببه حاجة واحدة. ده والله بصوا انا كل حاجة بقولها لكم على تجربة، وانا ما ببخلش عليكم في اي حاجة. ده بيكون سببه ايه؟ سببه حاجة واحدة زي ما قلت لكم، التهوية الصحيحة يا جماعة، ان انتوا تهووا الدنيا. لازم الدنيا تتهوى. بصوا لازم البطاطين تتحط في الشمس، لازم الصبح كده اول ما تصحوا تفتحوا الشبابيك كلها نص ساعة ساعة، المهم ايه؟ يكون في طاقة للمكان. كل مكان برضو، الاماكن برضو لها طاقة زي البني ادمين كده. لازم تهووا الدنيا وتفتحوا الشبابيك. وبعد كده بقى ايه؟ طبعا انتوا اول ما تصحوا يعني بعد الشاور والحاجات دي كلها والتحضيرات بتاعتكم، بتشغلوا قرآن شوية، بترشوا بخور، بعدها بتشوفوا اللي وراكم، بتنظفوا الحاجات دي كلها، اللي بتوديها لها المدارس، بتجيبها يلا. يعني ربنا يكون في عون الناس كلها، ربنا يكون مع الناس كلها. وكنت عايزه اقول لكم على حاجه كمان، انتوا حابين تشوفوا فيديوهات ايه الفتره الجايه؟ انا السؤال ده على طول بساله لكم. يعني حابين تشوفوا روتينات برضو، حابين تشوفوا فلوجات، حابين تشوفوا اعمل لكم مثلا وصفات؟ انا كنت حابه اعمل وصفات، كنت عاملاها قبل كده، بس انا حابه اعملها برضو بطريقه مختلفه. برضو اللي حابب بينزل كده في الفيديوهات ويشوف الوصفات اللي هي بتاعه الصابون والكلور والحاجات دي كلها. طبعا عارفين ان في حاجات بتبقى غاليه، وكل واحد على حسب بقى ما بيسعر الحاجه على مزاجه، فالدنيا بتبقى غاليه، فالواحد يعني حابب ان هو يدبر كل حاجه. فانا واحده من الناس عملت اللي هي وصفه الصابون الخام، بيكون عندك كميه صابون كبيره بمنتجات بسيطه وسعر كمان قليل جدا. دي انا كنت عاملاها في فيديو، وبصراحه قعدت معايا فتره كبيره، وبتكون كمان ريحتها حلوه. انا برضو المره دي عايزه ابقى اعملها لكم واضيف عليها كده ايه كام تركايه تبقى احلى. يعني انا كل مره كده لما بشوف حاجه احب ان انا ايه اعملها لكم. حتى الكلور الخام
والداوني والديتول والحاجات دي كلها. وحتى المعطر، تصدقوا بقى حتى المعطر والله العظيم عملته في البيت وفرق معايا جدا جدا يعني الصراحة. حاجات نضيفة وحاجات يعني انت عاملاها على ايدك. وقولولي حابين تشوفوا ايه تاني. يعني بحب اعمل لكم وصفات للشعر للبشرة عشان العيد والحاجات دي كلها. وباذن الله باذن الله انا هكون معاكم يوميا في رمضان، اعمل لكم فيديوهات يوميا وهنزل لكم فيديوهات في الانتساب. الانتساب يا جماعه والله العظيم بيفرق معايا جدا جدا. الانتساب ده يعني بجد انتوا فوق راسي والله العظيم، ونفسي ان انتوا تشتركوا وتدعموني في الانتساب. بجد انا محتاجه دعمكم جدا جدا والله العظيم. واحده واحده بقى انا هتعلم اكتر واكتر، وزي ما قلت لكم وبقول لكم وهقول لكم والله العظيم دعمكم وتشجيعكم ليا هو الحاجه الوحيده اللي بتحفزني وبتشرفني وبتفرحني ان انا كده ايه بلاقي دعم وتحفيز منكم، وان انتوا عاملين لي لايك واشتراك وكومنتات وتسالوا عليا لو غبت. بجد. ونفسي زي ما قلت لكم قبل كده، نفسي وهقولها مليون مره، نفسي عيلتنا تكبر. بحب اشوف تعليقاتكم الايجابيه ليا اللي بتفرحني، وانا احب ارد عليها كلها لان دي كلها طاقه وامل. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واوعدكم كل مره الفيديو هيكون احسن من اللي قبله، والتصوير هيكون احسن من اللي قبله. واكتبوا لي برضو انتوا ملاحظاتكم وكل حاجه، وانا باذن الله هعدل الدنيا كده وهظبطها باذن الله. انا بحبكم كلكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، وان شاء الله برضو هطلع لكم بس مباشر اول باول. بس انتوا يا رب ما تزهقوا مني. انا هطلع لكم بس مباشر على طول، بس انتوا ما تزهقوش مني خالص. انا بموت فيكم كلكم واستنوني بقى في فيديو جديد وفيديوهات الانتساب. ما تنسوش زي ما قلت لكم الاشتراك في الانتساب، بالله عليكم الاشتراك في الانتساب. انا بحبكم كلكم، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان يجمعنا على كل خير يا رب يا رب.